تعرف ان اختيارك للمدرس الغلط ممكن يكون هو السبب في انك ما تدخلش ولا طب ولا هندسة؟ طب ازاي؟ لو انت طالب في ثالثه ثانوي او انت طالبه في ثالثه ثانوي ومحتارين بسبب ان المدرسين بقوا كتير ومش عارفين تختاروا ما بينهم، في الفيديو ده انا هقول لك على 7 خطوات تعرف بيهم ازاي تختار المدرس الصح علشان ما تضيعش فلوسك ووقتك في الفاضي. رقم 1، تكون متقبل المدرس. طب ليه يا عم، هو انا بدور على عريس لبنتي؟ ايوه، زي ما انا بقولك كده، لازم تكون متقبل المدرس عشان خاطر تحب مادته وتعرف تذاكرها كويس. رقم 2، يكون المدرس ده بيتقي ربنا في شغله وبيعرف يصاحب الطلبة وبيتابع لو في اي تقصير. ليه؟ لان اكيد هيجي عليك وقت في السنة وهتقع او هتكسل عن المذاكرة، فلازم يتكلم معاك او يتكلم مع حد من البيت. رقم 3، لازم تسأل حد من الدفعة اللي قبلك عن المدرس ده، بس ما تسألش اي حد، هتسأل واحد جايب مجموع كويس طبعا بيروح عند المدرس. رقم 4، لازم تحضر المدرس ده حصة او حصتين وتجربه بنفسك، ولو انت بتاخد عنده من تانية ثانوي ومرتاح معاه وشايفه كويس فده عز الطلب. رقم 5، بالنسبة للشرح لازم يكون المدرس ده بيفهمك كويس مش بس بيحفظك وخلاص، لان النظام الجديد ده محتاج فهم وفهم كويس قوي كمان. رقم 6، بالنسبة بقى للحل لازم يكون المدرس ده بيحل كتير وبيديك واجبات وكمان بيتابع معاك الواجبات دي يشوفك هتحلها ولا لا. رقم 7، وده خاص بالناس اللي بتاخد اونلاين بس، لازم يكون المدرس ده المحتوى بتاعه جديد ويكون عنده فريق متابعة، مش يديك محتوى قديم ويرمهولك كده وخلاص. وفي النهاية انا عاوز اقولك لازم قبل ما الشهر ده يعدي تكون مستقر على المدرسين اللي هتكمل معاهم باقي السنة بنفسك ورأيك انت مش رأي الدكتور فلان. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشيره لصاحبك اللي في ثالثه ثانوي، وافتكر ان شيرك هيفيد غيرك، والسلام.